كما أكدنا في فيديوهات سابقة، نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ في الاتفاق مع نادي النصر على ضم أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق. ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه من أجل تعديل أوضاعه، حيث يعاني بسبب تذبذب النتائج في منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي. وأشارت مصادر خاصة لذهب تي في إلى أن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع إدارة النصر على انتقال المدافع منصور الشمري بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يشارك الشمري مع الأهلي لأول مرة في دوري يلو أمام القادسية بالجولة السادسة عشر ضمن منافسات البطولة. ويحتل الأهلي المركز السادس في ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي برصيد 21 نقطة.